السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاجر الاستثمار الداجني. ما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب. قناتنا قناة تعليمية بنخدم بيها اخواتنا مربين الدواجن. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لا غنى عنها، هو سيفون البطارية او سيفون خطوط المية الخاصة بالخطوط النبل والقب في البطاريات. طبعا السيفون ده فايدته ايه؟ السيفون ده اولا هو بيكون بالوضع ده كده، بيكون بالوضع ده. ايه فايدة السيفون؟ السيفون ده عبارة عن أداة بتنظم ضغط المية في المواسير، وخصوصا في البطاريات وفي الخطوط الطويلة زي العنابر الكبيرة والمحطات. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان العميل اللي بيعمل مزرعة بيوصل خطوط المية على خزان 200 لتر و300 لتر وحتى لو 50 لتر، فبالتالي بيبقى ضغط المية عالي. المية ليها ضغط، المية ليها ايه؟ ليها بريشر، ليها ضغط. فبالتالي المية بتخلي النبل يجيب مية. ضغط الميه بيخلي النبل ما يبقاش مستقر، وتلاقي النبل بيجيب ميه مع نفسه. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الميه ضغطها عالي في المواسير. طيب علشان كده احنا بنستخدم السيفون. تمام. السيفون ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من اطار من بره زي كده، وبيتكون من عوامه اهو. العوامه دي ايه اللي بيحصل؟ اول ما الميه تتملي هنا وتوصل لمنسوب معين، العوامه دي بترفع. العوامه لو رفعت كده خلاص يبقى هنا، حتى احنا لو نفخنا هنا لو رفعنا العوامه كده ونفخنا هنا هواء في الحته دي مش هيجيب ميه، الهواء مش هيعدي، هتلاقي الهواء مسدود. فاحنا هنا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان يا دوبك الميه بتوصل عند المنسوب ده، مثلا الميه بتوصل عند المنسوب ده اهو، عند تحت كده، عند الحته دي. فايه وبتقف. اول ما الكتكوت يشرب ميه النبل بيمشي، الميه بتمشي في النبل، فبالتالي العوامه بتنزل فبتدخل ميه تاني، وهكذا زي نظام سايكل او دوره احنا هدفنا منها، او هدف اللي عمل السيفون ده ان هو يظبط ضغط الميه في خطوط الميه، وخصوصا في البطاريات. طيب لو احنا هنربي ارضي بنستخدم حاجه اسمها منظم. اسمها منظم. طبعا احنا موجود السيفونات، موجود منها كميات. طيب احنا عرفنا السيفون بيتكون من عوامه، وبيتكون من داخل، ويعتبر ايه؟ طبعا هنا الميه ده داخل الميه بتخش من مدخل العوامه هنا. الميه بتخش من مدخل العوامه هنا، تمام. الميه بتخش من هنا، تمام. واحنا ده خارج، الفتحه دي خارج والفتحه دي خارج. طب لو انا هوصل خط ميه واحد في حاجه اسمها طبه هنا، نبص مع بعض عليها. الطبه دي لو انا مثلا هشتغل ناحيه واحده، خلاص يبقى اركب الناحيه هنا كوع زي كده، والناحيه التانيه ممكن اركب الطبه دي اهو، ممكن اركب الطبه دي مكان ايه؟ مكان الكوع ده. طب احنا نجمع مع بعض ونعرف بيتجمع ازاي. نجمع السيفون مع بعض. طبعا احنا العوامل بتبقى جايه زي كده بشكل مغلف في كيس، تمام. وبنعمل احنا بناخد واحده من دي كده مثلا بتاعت سيفون اهو، تمام. وبنعمل ايه؟ ما نركبش العوامل الاول. لو احنا ركبنا العوامل الاول مش هنعرف نربط الكوع. فاحنا بنجيب كوع زي كده اهو، تمام. افك بس الورديه دي. ده شكل الكوع بعد ما اتفك اهو. بنعمل احنا بنجيب الكوع ده كده ونركبه من تحت. نركبه الوضع ده اهو، وبعد كده بنربط الجافيز ده من جوه اهو، بنركبها بالشكل ده. وبعد كده هنربط الورديه دي عشان نحكم عليها، ناخد بالنا هنا في جلده. الجلده دي تبقى من بره عشان ما تسربش ميه اهو. احنا كده ربطنا ايه؟ كده احنا ربطنا الجافيز اللي هو نفس الكلام من هنا، نفس الكلام اللي احنا عملناه هنا هنعمله الناحيه دي. طب لو انا عندي خط واحد هركب طبه. طب احنا هنا في السفن ده ركبنا ناحيتين كوع. طبعا في السفن ده بقى ممكن ايه؟ ممكن نركب مع بعض اهو، نركب مع بعض في السفن ده. ممكن نركب مع بعض الطبه اللي هي دي. نفس الكلام هنا، الطبه بتركب كده اهو، والسن بتاعها يبقى من جوه، وبنربط البتاعه دي كده، وبنربط الجافيز ده بغض النظر. طيب نيجي بقى نركب ايه؟ نركب العوامه يبقى منظرها كده، تمام. ادي العوامه بتاعتنا اهو. هنفك طبعا الورديه دي اهو. وبعد ما نفك الورديه دي هنركب العوامه كده اهو. ناخد بالنا العوامه في سنه جلوزه كده بتيجي معانا في الربط، بنلفها كده لحد ما تيجي معانا مرتاح اهو. هيبدا السن يطلع معانا اهو. السن كل شويه بيطول معانا اهو. وبعد كده بنعمل ايه؟ طبعا عشان اختصارا للوقت هنركب الورديه دي كده، نربطها كده عشان ما تجيبش ميه. بس كده السيفون خلص معانا وجهز على الشغل وجهز على التركيب. يبقى كده الميه تخش من هنا وتطلع من هنا، وممكن تطلع من هنا، او لو مش هتطلع انا هقفلها بطبه، والسيفون بنغطيه زي كده اهو. وبكده السيفون بتاعنا يكون جاهز على الشغل. طبعا السيفون ده مهم جدا
لا غنى عنه لاي حد بيربي فراخ في بطاريات. اي حد بيربي فراخ في بطاريات لازم يكون عنده السيفون ده. لو هو هيشتغل مثلا بخط بطاريات اطول من 15 متر مثلا، لا لازم يجيب سيفون زي كده. ولو هو مثلا الخزان بتاعه عامل له مشاكل والنبل بيجيب ميه وحديه، تعرف ايه؟ تعرف ان المشكله فين؟ في ضغط الميه عندك. برضو النبل، خطوط الميه بتاعت النبل مش محتاجه ضغط ميه عالي. يعني مش لازم النبل عشان يشتغل لازم تكون المواسير كلها مليانه، الكلام ده غلط. هو اللي بيتملي هو نظام سرسوب ميه ماشي فوق النبل، ولذلك انت لو خبطت النبلايه عندك بتجيب ميه، بتلاقي الميه النبلايه مطلعه هوا كده مع الميه، تحس النبلايه عامله زي صوت حاجه بتكاوتش مثلا بيفش كده او حاجه زي كده. ليه؟ لان الميه ما بتبقاش ماليه الماسوره كلها، لان الميه لو مالت الماسوره كلها ده بيعمل ضغط على النبل، فالنبل بيجيب ميه وحديه. فيجي العميل يشتكي يقول النبل مثلا مسدود، لا النبل مش مسدود يا باشا. ده كده كميه منها. اي حد محتاج السيفون ده يكلمنا واحنا ان شاء الله مش هتاخر معاه. وما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب، واحنا هنعمل ان شاء الله قائمه تشغيل هنتكلم فيها عن ايه؟ حسابات خلايا التبريد والشفاطات في العنابر. ان شاء الله هنستخدم جرافيك تابلت، وده لاول مره حد يشرح بجرافيك تابلت للعميل ان شاء الله. كمان عاوزه انوه على حاجه مهمه جدا قبل ما اقفل الفيديو. طبعا الميه بتبقى اخرها هنا، الميه يعني السيفون ده لما بيتملي بيبقى اخره كده الميه، تمام؟ يعني الميه مش هتبقى مرتفعه 10 سم. انتوا متخيلين ان ال 10 سم دول ارتفاع الميه دي هو المناسب للنبل؟ عشان ما تجيش انت تبقى عندك خزان مثلا 100 لتر وعاوز النبل ياخد مباشر من الخزان، فشيء طبيعي النبل هيجيب ميه، هيسرب ميه، لان ضغط الميه عالي عليه. الفاجي الاستثمار الداجيني، تحياتي ليكم.